زي ما ليالي الاوسكار بتكون النجوم فرصه يا سيدي، اكشن تلاقي، رومانسي تلاقي، دراما تلاقي، هات شارك وتعالى من اشهر شوارع هوليوود هنا في يونيفرسال استوديو. الفيلم الحائز على 3 اوسكار سنه 2009، انما برنامجنا بنناقش الفرصه الحقيقيه. اصل النجاح طعمه حلو قوي، الفرصه زي الموت. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الفرصه. النهارده معانا ضيف بارز في المجتمع الكندي المصري هنا في ميساجا، صاحب خبره طويله في مجال الهجره، فهو استشاري هجره معتمد من الحكومه الكنديه، ده غير خبرته كسياسي مخضرم في عالم السياسه هنا في كندا. خاض انتخابات ترشيحيه سابقه في دايره ميساجا سنترال ونجح فيها، ده غير برضو ان هو رجل اعمال وناشط مجتمعي. معانا ومعاكم استاذ ميلاد مخيل. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا منتصر، وبشكرك على المقدمه المجامله دي. يعني انا نسيت اي حاجه ولا الدنيا كويسه؟ لا كله كويس. تمام. انت دايما راجل حاضر الذهن يعني. ربنا يخليك. مش هنعترض. تمام. طيب البرنامج الفرصه احنا بنعتمد في برنامج الفرصه دايما بنسال اسئله ثابته لكل الضيوف، بنناقش فيها دور الفرصه في حياته. لو سالت السؤال الاولاني وقلت طبعا مبدئيا دي فرصه كويسه جدا وسعيده جدا ان احنا اتقابلنا بحضرتك النهارده. تمام. اشكرك جدا. اشكرك كشخصيه بارزه ورائد في عده مجالات هنا في مجتمعنا. انا اشكرك على ذوقك يعني. وده كمان لقاء انا يعني بحسبه من اللقاءات المهمه جدا في الريزومي بتاعي. اشكرك يا منتصر واتشرف بيك دايما يعني. ربنا يخليك. طيب الفرصه في حياه استاذ ميلاد مخيل بتمثل ايه؟ وهل هي بتمنح ولا احنا اللي بنصنعها؟ بص، كلمه الفرصه دي كلمه عامه جدا يعني. تمام. احيانا الفرصه دي ممكن تكون هبه الهيه يعني، وانت بتستثمرها او انت بتتجنبها، واحيانا بتكون من صناعتك انت. بس في كل الاحوال لازم يكون ليك دور، لازم يكون ليك ايد. مفيش فرصه بتيجي وانت نايم. تمام. لازم تتحرك، وكل ما تتحرك بسرعه وفي اتجاهات كتير الفرص هتبقى اكتر. فالفرصه كلمه كبيره وكلمه عامه، لكن في الاخر حياتنا كلها فرص. كل يوم فرص يعني. حتى وجودنا كل يوم ده يعني زي ما يكون هبه الهيه ان احنا نعمل حاجه كويسه، حاجه احسن لينا ولاولادنا واللي بعدين. حقيقي، دي حقيقي. طيب نبتدي من مصر. وازاي اتنقلنا لكندا؟ ده قصة طويلة. يعني أنا في الأساس انتيريور ديزاينر، أنا خريج فنون جميلة. جميل. واشتغلت سنين طويلة في الخليج وفي مصر كانتيريور ديزاينر وفي شركات كبيرة وبرضه هنا جات الدنيا بفرصة تانية ان انا غيرت الموضوع ده، بقيت اتجهت الشغل في مجال السياحة، وكان عندي مكان مميز جدا في دهب، وبعديها حصلت ظروف معينة للسياحة في مصر، واشتغلت في شركة كنا بنعمل محطات كهرباء، وكنت فيها من البداية من اختيار الأرض لغاية بيع الكهرباء للشبكة الموحدة، والمحطات دي موجودة وبتنتج كهرباء والكلام ده. وكان من خلال أكبر شركة كهرباء في العالم في الوقت ده اللي هي إلكتريسيتي دي فرانس أو ADF. جميل. خلصنا الشغل وقررت إن أنا عشان ابني وعشان دراسته وعشان حياته إن أنا أجي لكندا يعني، لفرصة الحياة أفضل هنا في كندا. وكندا دي بلد اختياري يعني. أنت بلد اديتك حاجات كتير، فبالتالي إحنا بنحبها جدا يعني. جميل. لما جينا كندا بقى، هل كان في فرص مستنيانا ولا كان في تحديات مستنيانا؟ بالعكس، دايما الهجرة للمهاجر الجديد تحديات. انت جاي على المجهول، واصعب حاجة ممكن تواجهها في حياتك انك تخش في المجهول. يعني انا جيت هنا وكنت افكر ابتدي اشتغل كانتيريور ديزاينر، لقيت الموضوع فيه صعوبات. تمام. ابتديت اعمل سمول بيزنس، وابتديت اذاكر للإيميجريشن، وخدت كارير إيميجريشن كبروفيشن ليا وحبيته جدا، وعملت فيه الدراسات بتاعتي، وبعديها عملت الادفانس دبلومه في الIRB، وسعيد جدا بشغلي يعني. حابب ان انا اتعامل مع ناس، اشوف ناس جديده كل يوم، اجيب ناس محتاجه انها تكون موجوده في كندا، افيد كندا اللي فادتني. موضوع يعني نوع من
الحب وحب خدمه الناس. كمان انا عارف ان حضرتك كمان معاك ماجستير في البيزنس. معايا ماجستير اداره اعمال. اداره نعم. اعمال، تمام. من الاكاديميه البحريه في الأكاديمية مصر. البحرية. وعدلتها هنا او عملت فيريفيكيشن ليها مع عشان تعرف تشتغل WS. بيها هنا. مش عشان اشتغل بيها، انا أوكي. كنت في الحقيقه يعني ايمنج ان انا اعمل الPhD بتاعتي من يونيفرسيتي اوف تورونتو. اوكي. بس طبعا مشاغل الدنيا والشغل والاسره والحياه بقى الموضوع صعب. مش لشغل، ده حاجه لي انا، يعني حاجه لنفسي. انا بحب اذاكر يعني مش. جميل. انا ملاحظ حاجه، الانسيابيه والتكيف على الظروف والتغيير من كارير لكارير. يعني احنا بنتكلم في الاول انترنال ديزاينر، تمام. أيوة. ثم راجل شغال في السياحه، وبعد مش كده لما شغال كنت اونر، يعني كنت انا مش اونر خبير في سياحة مجال طبعاً. السياحه، نعم. مجال السياحه، وبعد كده في محطات كهرباء اللي هو ملوش علاقه خالص بالاثنين اللي فاتوا. ولما جيت هنا هو في علاقه بس هقولها لك، يعني تمام. مش عايز اقاطعك يعني. انا قصدي التكيف وانك تخلق الفرصه لنفسك، وانك تسرفايف من كارير لكارير. يو نيفر ستاك. اوعى تفتكر يعني انا بدايتي في الاميجريشن كان موضوع صعب جدا ان انا اكون مستشار هجره. تمام. وعايز اقول لك يعني كان في تحدي كبير، خاصه انا كنت بدرس وسط ناس كلهم عندهم الخبرات دي بقالهم سنين، يمكن انا الوحيد اللي كنت جديد في المجال يعني. والحمد لله يعني وبتوفيق من عند ربنا كنت انا اول واحد لايسنسد وسط الناس دي، او تاني واحد لايسنس وسط الناس دي. يعني كنا اكتر من 30 واحد، يمكن كنا 2 أو 3 لللايسنس. فرغم انها كانت تحدي، حضرتك ولدت منها فرصه او خلقت منها فرصه. بالظبط. عايزه مجهود وصبر وكفاح، في حاجات كتير وتوفيق من ربنا قبل كل شيء. واسمح لي كمان حاجه، انت حضرتك اما تبقى استشاري هجره وبتساعد الناس على الهجره لكندا، بتتعامل مع ناس بخلفيات مختلفه. طبعا. فكونك مشيت بكل الخبرات السابقه كل الجنسيات وكل بالزبط. الخلفيات وكل الناس اللي ممكن تتخيلها. فكره مساعده الناس كمان. طبعا، ودي حاجه من الحاجات اللي حببتني في السياسه بعد كده يعني. اوكي. يعني. ما احنا هنيجي للسياسه لان يعني هنتكلم فيها كتير. بس انا الشيء اللي لفت نظري في المشوار كله موضوع التكيف وموضوع المرونه. يعني حضرتك في ناس كتير قوي بتيجي كندا تقول ايه، انا دكتور وهشتغل دكتور. يا عمي طب اشتغل حاجه جنب. لا انا دكتور وهشتغل دكتور. طب انزل اشتغل حاجه جنب الدكتور عشان عقبال ما تعدل شهادتك. حته التكيف، وكندا عايزه البلد المتكيف الفليكسبل الاوبن مايند، ان هو يتعلم حاجه جديده. فاي بليف حضرتك تكلمنا في ده عن ده اكتر كمان يعني. طبعا يعني هنا حتى الناس اللي بتيجي، المهاجرين اللي بيجوا طبعا بتبقى حياتهم في البدايه فيري تاف، واحنا فاهمين كده، ودايما بنبتدي نساعدهم انهم تكون الحياه اسهل في انهم ازاي يعملوا ادابشن، ازاي يقدروا يدوبوا في المجتمع ويفهموه ويقدروا يتكيفوا معاه. مش كل واحد بيجي في مهنه بيشتغل نفس المهنه بالظبط. ودي حاجه برضو من الحاجات اللي لازم نبص لها اكتر في نظام الهجره بتاعنا يعني. جميل. يعني دي من الحاجات اللي لازم فعلا نبص عليها بعين مختلفه يعني. تعالى بقى نروح في حته تانية. اخبار الاسره ايه؟ يعني دور المدام ايه ودور الاولاد في الرحله؟ احنا مهاجرين بقالنا كام سنه؟ احنا دلوقتي اكتر من 15 سنه يعني. طيب. اكيد في الاول كانت الدنيا مش مفروشه بالورود. ما فيش، يعني زوجتي صيدلانيه، وطبعا كان مهم بالنسبه لها انها تعمل المعادله بتاعتها، وبرضه كافحت وعملت المعادله بتاعتها. وابني برضه خلص دراسه الصيدله بتاعته وخد بكالوريوس صيدله وماشي في سكه المعادله بتاعته، بيشتغل مع والدته. جميل. يعني وطبعا دول اهم حاجه في حياتي يعني في الحقيقه يعني. يعني هم وعشانهم احنا جينا كندا. بالظبط. يعني هم يعني هم دول سبب وجودي مش في كندا، في الدنيا كلها. لو رجع بينا الزمن هناخد نفس الفرص تاني؟ عمري ما ندمت، سواء عديت فرصه او خدت فرصه، عمري ما ندمت. جميل. يعني الحمد لله دايما راضي عن كل اللي ربنا بيبعته، وكل اللي باخده من عند ربنا جميل. نيجي بقى عند السياسه، بس بعد الفاصل هنتكلم اخبار السياسه ايه، وليه احنا دخلنا عالم السياسه بما اننا متفوقين في مجالات كتيره جدا جدا، بما فيهم طبعا على راسهم مجال الهجره. ايه اللي يخلي استشاري هجره ناجح وعنده الخبرات دي كلها يفكر في عالم السياسه؟ بس ده بعد الفاصل. ازيك يا مستر ميلاد؟ اهلا بيك منتصر. التيم بتاعك ساب لي الفلايرز دي.
ممكن تقول لي بقى انتخبك ليه؟ انا عشت في ميسيساجا ايرن ميلز ل 12 سنه. اشتغلت في الاميجريشن مع ناس من مختلف الجنسيات ومختلف الباك جراوندز. عندي سمول بيزنس. انا من خلال حزبي ومن خلال تعاملي مع حزب الكونزرفتيف هنحارب ان احنا نقلل الضرائب، نعدل الاقتصاد، نبني بيوت باسعار مخفضه، نقلل الجريمه، وفي الاخر نحافظ على حقوق الاب والام في تربيه اولادهم. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا بنتكلم عن السياسه في حياه ضيفنا النهارده استاذ ميلاد ميخائيل. استاذ ميلاد، ليه السياسه؟ ليه السياسه؟ ده سؤال. الدنيا ماشيه كويس وما شاء الله يعني. وهي السياسه حاجه وحشه؟ مسؤوليه. شوف، يعني دايما كل واحد عنده هوايه، وكل واحد عنده تطلع، وكل واحد عنده حاجه يقدمها للناس. انت لما تبسط الناس وتقدم حاجه كويسه للناس، انت نفسك هتحس بسعاده. يعني السعاده الحقيقه مش انك تنبسط، لا، انك تبسط الناس جميل. وتحس انك عملت حاجه كويسه تخلد اسمك وتخلدك. موضوع صعب، مش عايز اقول لك ان السياسه طريق سهل. بالظبط. السياسه طريق صعب جدا، لكن هوايه. ودايما حتى لما يجي السياسي يقول لي انا بطلت السياسه، اقول له لا يمكن. السياسه شيء بيجري في دمك وفي دمي، لا يمكن هنبطله. نفهم من كده ان حضرتك بتبقى مبسوط وانت شغال في السياسه. اكيد. انك تساعد الناس، انك تحقق لهم امنياتهم من الحكومه، او تبقى صوتهم. اكيد، في البرلمان. وخاصه لو عندك فكر معين، عندك رؤيه معينه مستقبليه لينا ولعيالنا، ده هيساهم كتير في انك تقدم حاجه كويسه للناس. جميل. انا لو افترضنا ان انا ساكن في دايره ايرن ميلز اللي حضرتك نازل فيها، واللي ما يعرفش احنا بنتكلم عن انتخابات تمهيديه جوه حزب المحافظين في دايره ايرن ميلز. مظبوط. ماذا يحدث بداخل دايره ايرن ميلز؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ هي دايره ايرن ميلز دايره عاديه جدا من 6 دوائر في ميسيساجا. المرشحين فيها كتير. المره دي في ليدر قوي جدا، ويعني يمكن انا اتشرفت بان انا اشتغل معاه كاوتريتش في الليدرشيب، وناس شايفه ان هو ده اللي جاي، وهو ده يعني باذن الله اللي لازم يكون موجود في الفتره الجايه، لان الوضع اللي احنا فيه بقى صعب جدا. يعني الحياه بقت صعبه. اللي بيحصل في ايرن ميلز في مرشحين كتير نازلين، يعني بدون ذكر اسماء من مختلف الباك جراوندز، في ناس كتير نازله. يعني انا ماليش دخل مين بيعمل ايه، انا دايما بفوكس انا بعمل ايه. تمام. انا عندي تارجت انا ماشي فيه، ما ببصش حواليا. لو افترضنا ان انا يعني ساكن جوه ايرن ميلز وليا الحق فوق ال 14 سنه، صح كده؟ مظبوط. ومعايا جنسيه او بيرمننت ريزيدنس او اقامه مظبوط. دايمه، تمام. مظبوط. وليا الحق ان اروح اصوت لميلاد. لازم يكون عندك عضويه في الحزب اولا. تمام. يبقى لازم الاول ابقى عضو حزب لازم المحافظين. تعمل عضويه في حزب المحافظين. تمام. او لو عندك عضويه محتاج تجددها، العضويه بتبقى فاليد سنه واحده. الناس بتتلخبط بين عضويه الحزب المحافظين عن المقاطعه بروفنشال عن الفيدرال. لا، اتاكد انها للفيدرال. اوكي. اعمل عضويه ليك انت واسرتك، اي حد 14 سنه فما فوق ساكن في منطقه ايرن ميلز. في كات اوف، في ميعاد نهائي لازم؟ في ميعاد الحزب بيخطر بيه، وبيخطر بيه الناس اللي عندهم عضويه ساريه وليهم حق التصويت. بيخبرهم بميعاد الكات اوف، وبيخبرهم بعد كده بميعاد النومينيشن ومكان النومينيشن. تمام. ده ليتر اون يعني. تمام. انا بقى راجل ساكن في ايرن ميلز وعندي مرشحين، اكتر من مرشح. ليه اروح انتخب استاذ ميلاد ميخائيل؟ بص، هو سؤال دايما، يعني انا ما بحبش اتكلم عن نفسي، لكن يعني في حاجات كتير يعني ايه اللي يخلي الناس تنتخب حد؟ انت شايف رؤية في الحد ده كباك جراوند، خبرة، كتعليم، كخبرة عملية في الحياة. ده هيقدر يمثلني، هيقدر يحقق لي حاجة تفيد المجتمع. هل هيقدر يواجه التحديات اللي بنشوفها؟ عندنا سرقات كتير، عندنا ضرائب عالية جدا، عندنا بيوت أسعارها بقت صعب جدا حد يجيبها، عندنا حقوق الآباء، موضوع مهم جدا. عندنا في تحديات كتير. مين اللي هيقدر يعمل كده؟ أنا شايف في نفسي إن أنا أقدر أحارب في كل ده في نفس الوقت.
انا اشتغلت في الانفراستراكشر سنين طويله، عندي خبره في مجال الهجره سنين طويله، عندي دراسات كافيه ان يكون عندي باك جراوند اقدر اساهم في صناعه قرار، اساهم في صياغه قانون، اقدر افيد بيه الناس. لا، ودخلت الانتخابات قبل كده. وطبعا الخبره السياسيه، دخلت الانتخابات قبل كده، اشتغلت في الليدرشيب مع بيير بوليف، اشتغلت قبل كده مع كذا عضو برلمان وساعدتهم. فيعني دي الحاجات اللي خلتني افكر ان انا انزل واتكلم وارشح نفسي ان انا امثل الناس. وكمان ساكن في نفس الدايره، انا ساكن في حاسس الدايره دي بالناس. 12 سنه. اه ساكن في الدايره دي، اتعاملت مع ناس من كل الجنسيات ومن كل الباك جراوندز في شغلي وفي حياتي، فده برضو بيديني فكره اعرف ايه اللي هم عايزينه، ايه اللي اقدر احققه لهم. تمام. احنا قلنا لازم نبقى اعضاء. لو هروح اصوت لمستر ميلاد ابقى عضو في حزب المحافظين. مظبوط. ممكن حضرتك برضو تكلمني اكتر ليه؟ يعني انا مثلا انا بحب مستر ميلاد مثلا، بس انا ما اعرفش حاجه عن حزب المحافظين. ليه ابقى عضو في حزب المحافظين؟ حزب المحافظين هو الامل دلوقتي في حياه افضل في كندا. يعني حزب المحافظين حزب طبعا اهتماماته اول حاجه بالاسره، ان لازم الاسره تكون في تكوين قوي، تكون في سلامه للاسره، سلامه للبيت، الاحساس بالامان دايما بيبتدي من البيت ومن الاسره. بعد كده بنتكلم عن الاقتصاد، بنتكلم عن الهجره، بنتكلم عن الانفايرمنت، بنتكلم كل الحاجات دي هم محافظين جدا عليها انها تكون في افضل صوره ممكنه. انا عجباني او اخر جمله دي، ان هم عشان هم حزب المحافظين فهم محافظين على كل وده القيم حقيقي. دي، كل يعني البرنسبلز ده دي. حقيقي، دي الكونستيتيوشن بتاعت الحزب، ودي البرنسبلز بتاعت الحزب. جميل. طيب احنا دايما لما بنختم حلقاتنا مع ضيوف بنسال سؤالين. السؤال الاولاني، لو عايزين ندي فرصه لحد، تمام. ايه الفرصه ومين الحد دوت؟ بص، دايما في يعني لو هنتكلم في السياسه ولا نتكلم في الهجره، في الهجره انا بساعد كل الناس انها تيجي، ودي بدايه فرص لناس كتيره يعني على المستوى المهني. على المستوى السياسي انا ليا وقت، ولازم انا دلوقتي بسعى ان انا اكون كينج، هيجي يوم هسعى ان انا اكون كينج ميكر لناس تانية. مين اللي هياخد الفرصه الاكثر شغلا واكثر تحركا؟ تمام. هل في فرصه حضرتك او الاستاذ ميلاد ميخائيل لسه مستنيها؟ في حاجه ما عملهاش او نفسه يعملها كل يوم عندنا حاجه محتاجين نعملها. تمام. كل يوم احنا بنفكر ولينا تطلعات ولينا اشتياق لبكره. عايزين نعمل ايه بكره؟ شايف نفسك فين بكره وبعده وبعده؟ يمكن احيانا انت بتطلع نفسك في الصوره وبتحط مثلا اولادك، بتحط ناس تانية بتحبها في الصوره عايز تشوفهم. يعني وقت احنا بنعمله لينا، ووقت تاني بنعمله لاجيال تانية. تمام. هل انا في اي سؤال ما سالتوش النهارده لحضرتك، ولا ناقشنا الفرصه من كل الزوايا، وناقشنا الرحله هو انت ابتداء من مصر انت اتكلمت في كل الفرص. صحيح كان في فرص ضايعه؟ كان في فرص ضايعه؟ مفيش حد في الدنيا ما عندوش فرص ضاعت. فرص ضايعه، اوكي. مفيش، كل واحد عنده فرص ضاعت. تمام. يرجع يبص يقول يا ده انا لو كنت عملت. لكن هل في ندم على فرصه ضاعت؟ انا بقول الحمد لله انا مش ندمان، وكل اللي جه في حياتي الحمد لله الخير وكله كويس. جميل. احنا مش هينفع نختم الحلقه ديت الا لما ناخد الفرصه ان حضرتك يبقى عندك دقيقه قدام الكاميرا تتكلم للجمهور بقلب مفتوح، جماهير ايرين ميلز الغفيره، ونوجه لهم رساله ليه نروح وننتخب استاذ ميلاد ميخائيل. اشكرك جدا على الفرصه دي، وطبعا بشكر الناس انها يعني تديني الفرصه انها تسمعني. يعني طبعا قبل اي حاجه، يعني اللي بيكسب مش اللي بيقعد على كرسي، اللي بيكسب هو اللي بياخد ثقه الناس، اللي بيكسب هو اللي عايز يقدم حاجه للناس. انا عايز اقدم لكم حاجه، عايز اتكلم عن حقوق الاباء والامهات، عايز اتكلم على بناء بيوت جديده باسعار تبقى في متناول شبابنا اللي جاي، عايز اتكلم على وقف الجريمه المتكرره واللي بقت بتنغص حياتنا، عايز اتكلم عن الاقتصاد، عايز اتكلم عن الكربون تاكسز ازاي هنوقفها. كل دي الحاجات اللي انا نفسي احارب ونفسي اتكلم فيها عنكم. انا حاسس بيكم وعارف انتم عايزين ايه، وحابب ان انا امثلكم
في اللي احنا عايزين نعمله، وده هيكون لما نكون كده ايدينا في ايدين بعض. جميل. نورتنا يا فندم النهارده، وان شاء الله نتقابل بعد الانتخابات باذن الله. اشكرك جدا. ويبقى لينا حلقات تانية اكتر في السياسه وعالم السياسه اتشرف بيك وبالمشاهدين المحترمين بتوعك، ودايما هيسعدني ان احنا نكون مع بعض. اكيد يا نورتنا. شكرا ليكم، واستنونا في حلقه تانية، ودايما افتكروا ان مع برنامج الفرصه كل اللي جاي اندهاش في اندهاش. زي ما ليالي الاوسكار بتكون النجوم فرصه يا سيدي، اكشن تلاقي، رومانسي تلاقي، دراما تلاقي، هات شارك وتعال. من اشهر شوارع هوليوود هنا في يونيفرسال استوديو. الفيلم الحائز على 3 اوسكار سنه 2009، انما برنامجنا بنناقش الفرصه الحقيقيه. اصل النجاح طعمه حلو قوي. الفرصه زي الموت،